النهارده في اسكندريه من قلب سموحه في معرض اجرو بلازا، المعرض اللي بيجمع اكبر شركات البذور والاسمده والمبيدات من مصر وانحاء العالم. الحدث ده بيحصل 3 ايام كل سنه. يلا بينا نخش المعرض ونشوف ايه اللي مستنينا جوه. اول لما دخلت استقبلوني بورقه سحب جوائز، قلت تمام نبدا لف الاول بعد كده نشوف هيكسبونا ايه. خدت الورقه ودخلت لقيت شركات اسمده ومبيدات كتيره جدا، حرفيا لقيت كل انواع المبيدات من شركات مصريه وبره مصريه. بعد كده لقيت مبيدات وكيماويات واسمده ومغذيات، لقيت جميع انواع الاسمده والمغذيات. بجد اطمنت على الانتاج الزراعي في مصر. والجزء الاهم هو البذور، كان موجود بذور خضار هجين انتاجها عالي من شركات عالميه. وانا ماشي قابلت شركه منهم راكزوان، لقيت فيها خاص شكله وريحته جميله جدا اسمه باتافي، والفجل مش ابيض بس ده في منه احمر وحرفيا شكله شبه التفاح وليه فوائد كتير جدا. ولقيت شركات مسمين البذور بتاعتهم باسامي غريبه، هتلاقي اسم صوفيا بقى فلفل واللاعب هالاند بقى فلفل برضه. واللي عجبني بصراحه التطور اللي وصل لبذور القرع، بقى عامل شبه الشمام، حجمه بقى اصغر ومليان لحم عشان ما يزعلش ست البيت. وانا ماشي لقيتهم موفرين مكنه تصوير وبتطلع كارت، وقفت وتصورت وخدت كارت الذكرى. بجد جامد جدا. المعرض كان مليان ناس جايين عشان الزراعه، منهم اللي جاي يشتغل ومنهم اللي جاي يتعلم. قبل سحب الجوائز كان في فقره لاهل الصعيد، بجد كده ضمنت ان اهل الصعيد هيطلعوا الفيديو ترند. وفي الاخر بدا سحب الجوائز. 249 حرف الايه فين؟ واللي بيوزع الجوائز كان فنان بجد. على بريدج تريد بص واتفرج، يلي موجودين معانا الكل يسمع ويتفرج، وشاشة جميلة حلوة اقعد في البيت واتفرج. وبصراحه المعرض ده يستاهل الزياره لانه 3 ايام بس في السنه، بس فعلا بيجمع الزراعه كلها في مكان واحد. كان معاكم الحسين وده فيديو باللون الاخضر.